كنافة الطاسة، الكنافة السخنة، الكنافة بتاعة ننتي اللي كانت بتعملها لنا سخنة كده بعد الفطار على طول. زمان أحلى أيام زمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض كنافة الطاسة بطريقة سهلة جدا جدا جدا. هنعملها على البوتاجاز من غير فرن وهتطلع طرية وجميلة جدا. بتكون مقرمشة من بره وطرية من جوه وطعمها جميل جدا جدا جدا. طبعا اكيد حضراتكم كلكم عارفينها، بس احنا هنعملها برضو وتشوفوا طريقتي وانا بعملها. يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لي لايك والشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم اي حاجة جديدة اعملها، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس. يلا بينا. اول حاجة انا جبت الكنافة وشلتها في الفريزر لحد ما جمدت كده، وبكسرها بكل سهولة بالشكل ده. حابين تكسروها في الكبة عادي بايديكوا عادي، هي بتبقى سهلة جدا وهي متلجة. دي اهم مرحلة في الكنافة عشان تبقى زي بتاعت بره بالظبط. بصوا بتتكسر بكل سهولة ازاي. بنفشفشها كده بايدينا هتلاقوها على طول اتكسرت معاكم وبقت ناعمة. طبعا مش حابين تعملوها بايديكم ممكن تحطوها في الكبة هتبقى انعم من كده وبتبقى جميلة برضو جدا جدا جدا. بعد كده بقى بعد ما كسرتها بالشكل ده هجيب بقى نص كوباية سمنة على زيت. حابين تحطوا سمنة بس حطوا، سمنة على زيت حطوا. انا حطيت الاتنين على بعض عشان الحاجة تبقى خفيفة. ممكن برضو تعملوها بزيت بس عادي يعني، بس احنا بنحط ايه يعني سمنة على زيت بتبقى حلوة وخفيفة. طبعا لو حابين تعملوها بالزبدة بس برضو بتبقى احلى واحلى واحلى. انا حطيت نص كوباية سمنة على زيت عشان انا مش عاملة نص كيلو كنافة، انا عاملة اقل من نص كيلو. والكنافة برضو بتحب المادة الدهنية تكون حلوة فيها. وحطيت معلقتين سكر، بس طبعا معلقتين مش مليانين يعني. ونقلبهم كده مع بعض لحد ما الكنافة تشرب السمنة، وبعد كده نحط السكر والكنافة ايه تشرب السمنة والسكر تتقلب كده تقليبة حلوة. بنحط السمنة الأول وبعد كده السكر، يعني نقلب الكنافة بالسمنة الأول وبعد كده نحط معلقتين السكر ونقلبهم مع بعض. حابين تحطوا سكر بودر يكون أحلى برضه. بعد كده جبت المقلاية بتاعتي وحطيت فيها معلقة سمنة ودهنتها بالفرشة زي ما حضراتكم شفتوا كده، معلقة حلوة كده. بعد كده هنزل بقى بالكنافة كلها كده اللي انا عاملاها ونقعد نضغط فيها. اهم حاجة بقى في الكنافة الضغطة اللي احنا بنضغطها دي، نضغط كويس ونكبسها كده. لو عندنا صينية اصغر او طبق اصغر نقلب بيه برضو، يعني مش نقلب بيه يعني نضغط بيه. اهم حاجة الكبسة بتاعت الكنافة دي عشان خاطر تبقى حلوة كده وماسكة نفسها وتبقى زي بتاعت المحلات بالظبط. ولما نقطع القطعة تبقى ماسكة نفسها ما تبقاش مفرولة. انا جبت طبق وبضغطت بيه. الطريقة دي سهلة جدا 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 على البوتاجاز، ولا هنحطها في الفرن ولا حاجة، وبتتاكل وقتي وبتبقى جميلة وحاجة حلوة كده. طبعا رمضان خلص وبقالنا كتير ما كلناش كنافة ووحشتنا الكنافة. بصوا بقى كده انا خلصتها خلاص، هروح بقى احطها على النار. طبعا انا حطيتها على النار على نار هادية، اهم حاجة تكون على نار هادية. بعد كده اغطيها بقى وافضل مراقباها كل شوية اقلبها. نفضل نقلبها على كل جنب شوية، نجيبها شوية كده وشوية كده، يعني عشان النار نوزع النار بتاعتها في جميع الجهات بتاعتها. كل شوية نقلب بحيث ان الطاسة بتاعتنا او المقلاية تبقى على جميع الاتجاهات، السخونية تاخد جميع الاتجاهات. بصوا بقى خلخلت من الجناب. بصوا الفراغ كده بقى بتستوي معانا. احنا اهم حاجة نقلبها على كل جنب شوية عشان تبقى مستوية من جميع الجهات زي ما قلت لحضراتكم. بصيت خلاص هي كده خلخلت من الطاسة بتاعتنا.
زي ما حضراتكم شايفين بنقعد نقلبها كده، عشان لو سبناها في ناحية واحدة هتلاقوا الناحية دي هي اللي حمرا وبقيتها بيضة، ونغطيها ونهدي النار عليها خالص. احنا بنعملها على نار هادية، ونفضل نلف فيها طول ما احنا واقفين. وبعد كده بقى اما نلاقيها احمرت من الجناب، نروح قلبينها وننزلها تاني في المقلاية بتاعتنا. مجرد اللي احنا نلاقيها احمرت كده من الجناب وخدت لون حلو، نقلبها في المقلاية على طول. وبعد كده اجيب معلقة سمنة وادهنها واحطها من فوق الوش. بصوا هي كده محمصة من فوق لكن طرية من جوه. اجيب بقى معلقة السمنة اللي قلتلكوا عليها ونحطها فوق الوش، عشان تبقى واخدة المادة الدهنية كويس جدا. هي معلقة واحدة بس، يعني خدت كوباية ومعلقة اللي دهنا بيها الصينية او الطاسة بتاعتنا. بصوا انا حطيت برضو في الجوانب، وزعت المعلقة في كل حتة في على الكنافة، ونغطيها برضو ونوطي عليها النار. وبعد كده ما خلصت، اول ما اطفي عليها احط عليها الشربات بتاعها على طول. الشربات انا كنت عامله كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه ونص ليمونه، وغليتهم على النار. اول ما غليوا بعد 10 دقايق طفيت عليهم وسبتهم يبردوا. الكنافه وهي سخنه الشربات يكون بارد، وسبتها اتشربت، ونغطيها كده سنه كده. وبعد كده نقلبها عشان تبقى طريه وجميله. بصوا بقى لما نقلبها يبقى شكلها جميله جدا، روايح رمضان بقى، حاجة تحفة وجميلة بجد بجد بجد. هتعجبكم جدا لما تعملوها. من وقت ما اتعلمت الكنافة بالطريقة دي ما بعملهاش غير بالطريقة دي. حبيبة قلبي علمتها لي وعلمتني كل حاجة بصراحة. ربنا يا رب يديها الصحة ويخليها لي يا رب، وما يحرمنيش منها أبدا أبدا. هي علمتني كل حاجة، وأنا بعمل لكم الحاجات اللي أنا بتعلمها منها يعني. ربنا يديها الصحة ويخليها يا رب، ويفرح قلبها ويسعدها. بصوا بقى انا هرش من فوق الوش حبة جوز هند كده، يدوها بقى الطعم الخطير، الطعم التحفة بجد. طبعا ده اختياري، مش حابين تحطوا اي حاجة فوق الوش بلاش. في ناس كتير مش بتحبها باي حاجة، بتحبها سادة كده. المرة الجاية هنعملها بقى محشية قشطة، القشطة الكدابة. بصوا بقى ايه رأيكم؟ احلى كنافة، بقالنا كتير ما كلناهاش وحشتنا والله. ادينا عملناها وهناكلها. اتمنى بقى انكم تعملوها وتجربوها برضو على طريقتي. اكيد طريقتكم زي طريقتي برضو واحسن كمان، اكيد بتعملوها احسن من كده بكتير. اتمنى بقى ان طريقتي تكون عجبتكم والفيديو يكون عجبكم، وان عجبتكم طريقتي وعجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك والشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.